اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رجعنا لكم من جديد بجزء جديد ومثير من الحكاية اللي مستنيينها. أحداث أقوى، تشويق أكتر، ومفاجآت ممكن تقلب القصة كلها. لو دي أول مرة تشوف القناة، ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ مع بعض الجزء الجديد من الحكاية. أمام إحدى المدارس الثانوية، كان عدد من المحترفين يقومون بإعداد تشكيل سحري في ويسترن سي هاي سكول، حيث كان أكثر من 100 طالب من الصف الثاني عشر على وشك الخضوع لعملية تحويل الفئة. جلس الطلاب باستقامة وهم يستمعون بانتباه إلى خطاب المدير ليو يون. كان رجلاً قليل الكلام، وكان يأمل أن يصل كل واحد منهم إلى المكانة التي بلغها زميلهم السابق سو تشيونغ شينغ، وأن يصبحوا دعائم للبشرية. كان سو تشيونغ شينغ قد درس سابقا في هذه المدرسة ونجح في التحول إلى الساحر المقدس الإلهي، وهو الآن شخصية بارزة وصل إلى المستوى 80. وكان المدير ليو كثيرا ما يستخدم إنجازاته لإلهام الطلاب وتوجيههم. وبينما كان لين ينظر إلى دائرة التحويل التي كانت تقترب من الاكتمال، لمع في عينيه مزيج من الجدية والترقب، إذ أنه بعد أن عاش في هذا العالم لعدة سنوات، فقد كان يعلم جيدا طبيعة هذا العالم. إنه عالم متداخل مع عناصر الألعاب، حيث يخضع الناس لعملية تحويل الفئة خلال سنتهم الأخيرة في المرحلة الثانوية. يقومون بتطهير الزنازين واستكشاف العوالم الخفية والانضمام إلى ساحات المعارك أو القضاء على الوحوش في البراري. جميع هذه الأنشطة تمنح نقاط خبرة، ومع اكتساب الخبرة يرتفع المستوى وتتقن المهارات وتزداد القوة. كانوا يقاتلون مختلف الكائنات الشيطانية ويكافحون لانتزاع مساحة لبقاء البشرية، وقد أراق عدد لا يحصى من أسلاف البشر دماءهم وضحوا بحياتهم حتى وصل العالم إلى نمط الحياة الحالي. لقد بلغت نسبة نجاح تحويل الفئات منذ زمن طويل 100%، لكن الفارق الوحيد يكمن في جودة المهنة التي يحصل عليها الشخص. أكثر المهن شعبية في هذا العالم كانت بلا شك المهن القتالية، تليها المهن الدعم، بينما جاءت المهن الحياتية في المرتبة الأخيرة. غير أن هذا مجرد تصنيف تقريبي، فهناك أيضا مهن أسطورية legendary وأخرى نادرة rare، وهي نادرة الظهور للغاية. وهنا في مدينة البحر الغربي لم تظهر أي مهنة من المستوى الأسطوري خلال العقد الماضي. وفجأة انطلق شعاع من الضوء نحو السماء، معلنا أن دائرة التحويل قد اكتمل تنشيطها. سار لين مع بقية المجموعة وهو يتساءل في داخله عن المهنة التي سيتحول إليها، فلا أحد يستطيع التنبؤ بدقة بالمهنة التي سيحصل عليها. وفجأة ربت أحدهم على كتف لين. كان جاو يانغ يقترب مبتسما وسأله عن المهنة التي يرغب في التحول إليها. نظر إليه لين وهز رأسه دون أن يجيب. تابع جاو يانغ مبتسما. هيا أخبرني، لا بأس أن تشارك، دعني أخبرك أنا أولا. أريد حقا أن أصبح فارسا. تخيل فقط بطولي وقامتي القوية، لو أصبحت فارسا سأبدو مهيبا بالتأكيد، بالإضافة إلى أنني سأتمكن من حماية الفتيات. لم يكن لين يحب الكلام كثيرا، وعلى الرغم من تفوقه الأكاديمي الملحوظ، فإنه كان مستواه 52، وهو مستوى مثير للإعجاب. وكان سادة التشكيلات يعتبرون من مهن الدعم النادرة، ولم يكونوا يرون كثيرا، فضلا عن أنهم يمتلكون قوة هائلة. بعد ذلك أخرج المدير ليو يون قائمة، وبدأ في قراءة أسماء الطلاب. كان أول اسم ينادى هو شودا. استجاب وتقدم إلى الدائرة بشيء من التوتر. دوت الدائرة بالحياة مصحوبة بضوء ساطع مبهر. انتهت عملية تحويل شودا. مهنة حياتية، مزارع. شحبت ملامح وجه شودا قليلا، إذ لم يكن يتوقع أن يصبح مزارعا، ومع ذلك فهي مهنة لا بأس بها، فالجميع يحتاج إلى الطعام. وما إن نزل من الدائرة حتى بادر أصدقاؤه المقربون إلى مواساته. نودي على الطالب الثاني، فتقدم مسرعا إلى الدائرة، ومرة أخرى غمر الضوء المكان. النتيجة: مهنة حياتية، طاهي. كان الطالب راضيا عن مهنته، لأن والده أيضا كان طاهيا، ويمكن اعتبار ذلك امتدادا لخطى والده. أما الثالث
الرابع أيضا كان ثم طاهيا، الخامس. ويمكن اعتبار تقدم ذلك الطلاب امتدادا لخطى واحدا والده. تلو الآخر أما لإجراء الثالث تحويل الفئات، وكان معظمهم ينتهي بالحصول على مهن حياتية. تنهد المعلم زانغ تشانغ والمدير ليو يون بأسف، إذ لم تظهر حتى الآن أي مهنة نادرة. وقف المعلم تشانغ بجانب المدير ليو، وباعتباره مهندس دائرة التحويل كان مدركا تماما لوضع عمليات التحويل. نادى ليو اسما آخر. استجابت شارلوت على الفور وتقدمت. ألقت شارلوت نظرة على لين، ولمعت في عينيها شرارة تحد واضحة. كانت هي ولين يعرفان بأنهما عبقريا المدرسة، غير أنه من حيث الأداء الأكاديمي كان لين دائما يتفوق عليها، بينما ظلت هي في المركز الثاني. كانت شارلوت تحمل في أعماقها ضغينة خفية، ولم تكن مستعدة لقبول الهزيمة. كان المعلم تشانغ مغمض العينين، لكنه فتحهما فجأة ونظر إلى شارلوت. هذه الفتاة مميزة. لقد شعر بأن قوتها الروحية تزيد عن ضعف قوة الشخص العادي، أقوى من الشخص العادي بأكثر من الضعف، مما يدل على امتلاكها موهبة تؤهلها لتصبح ساحرة. فعلت دائرة التحويل، وغمر ضوء ساطع المكان، وفي خضم ذلك الضوء ارتفعت فجأة كرتا نار هائلتان، وانفجرتا كالألعاب النارية في السماء. ارتجف المدير ليو يون من شدة الحماس. شذوذ، مهنة نادرة. إن ظهور الشذوذ كان يدل على ولادة مهنة نادرة. النتيجة: مهنة نادرة، ساحرة العناصر، Elemental Mage. كانت حماسة ليو في تلك اللحظة طاغية، فقبل لحظات قليلة كان يتحدث عن المهن النادرة كأمنية بعيدة المدى. ابتهج كل من المدير ليو والمعلم زانغ تشانغ، وعندما عادت شارلوت التف حولها عدد من زملائها يمطرونها بالأسئلة. فهذه مهنة قتالية رئيسية، وفوق ذلك فهي مهنة نادرة. سمع لين اسمه ينادى، فرفع قدمه وتوجه نحو دائرة التحويل. كانت شارلوت تراقبه وعينها تمتلئان بروح التحدي. ألقى ليو نظرة على المعلم زانغ تشانغ الواقف بجانبه. كيف ترى هذا الفتى؟ أجاب المعلم زانغ تشانغ بهدوء. الأداء الأكاديمي وتحويل الفئة لا يرتبطان بالضرورة بعضهما. كان ليو يعلم ذلك بالطبع، لكنه ظل متمسكا ببصيص من الأمل. فعلت الدائرة وانفجرت بضوء ساطع، لكن السماء التي كانت مشرقة منذ لحظات إذ لمت فجأة، وفي طرفة عين غطت الغيوم السوداء الأفق. هبت رياح باردة من جميع الاتجاهات، وانخفضت الحرارة بشكل حاد. تحول النهار إلى ليل، وكأن يوم القيامة قد حل. هتف المدير ليو يون بدهشة: ما الذي يحدث؟ ثبت المعلم زانغ تشانغ نظره إلى دائرة التحويل وقال بهدوء: شذوذ، شذوذ في تحويل الفئة. كاد المدير يصرخ من شدة المفاجأة، فمثل هذا الشذوذ الهائل لم يسمع به من قبل. ومع هذا الحدث الضخم شعر بالاضطراب، إذ إن ظهور شذوذ بهذه العظمة دون أن ينتج عنه مهنة نادرة سيكون أمرا غير مقبول. قبضت شارلوت قبضتها بقوة. كان هذا الشذوذ أعظم مما ظهر قبل قليل. شعرت بعدم رغبتها في الاعتراف بالهزيمة، لكن بمجرد النظر إلى حجم الشذوذ نفسه لم تستطع إلا أن تعترف بأهميته. فجأة صرخ أحد الطلاب: انظروا، هناك حركة داخل الغيوم السوداء. رفع الجميع رؤوسهم نحو السماء. داخل الغيوم الكثيفة كانت ومضات البرق تتلألأ، لكن بخلاف البرق بدا أن هناك شيئا آخر يتحرك. وعلاوة على ذلك انبعث صوت احتكاك متصدع من داخل الغيوم، مما سبب شعورا مزعجا في آذانهم. وأخيرا لمح أحد الطلاب ذوي النظر الحاد ما يوجد داخل الغيوم، فارتعب إلى حد أنه سقط أرضا. كانت الغيوم الداكنة ملية بعدد لا يحصى من الهياكل العظمية. ومع انقطاع كلماته من شدة الصدمة انكشف المشهد داخل الغيوم. آلاف مؤلفة من الهياكل العظمية كانت مصطفة بكثافة، ونيران متلألبة تشتعل داخل جماجمها. كانت تلك نيران الأرواح، وكانت جميعها تنحني قليلا، تؤدي التحية لمولاها.
وفجأة انطلقت إحدى نيران الأرواح وهبطت من السماء لتستقر على لين، وفجأة اختفت جميع مظاهر الشذوذ في لحظة واحدة، وعاد كل شيء إلى طبيعته. النتيجة: فئة مخفية فريدة، مستحضر الأرواح، نيكرومانسر. لم تكن مجرد فئة نادرة، بل فئة مخفية، وفوق ذلك فئة مخفية فريدة من نوعها. وهذا يعني أنه لا يوجد سوى شخص واحد في العالم بأكمله يمتلك هذه الفئة، وما لم يمت لين فلن يظهر شخص آخر يحمل الفئة نفسها. بين الطلاب كان هناك من هنى له، ومن شعر بالحيرة، ومن امتلأ بالحسد، ومن نظر إليه بازدراء، ومن شعر بالخوف. وعلى الرغم من شعوره بالحماس لفئته المخفية الفريدة، لم يظهر لين أي تعبير على وجهه، فهو يؤمن أن المشاعر يجب أن تبقى مخفية. انتظر قليلاً، ناداه المعلم زانغ تشانغ بينما كان يمر بجانبه. استدار لين وأدى التحية للمعلم زانغ تشانغ. كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المعلم زانغ تشانغ فئة كهذه. كان يرغب في أن يعرض لين مهاراته، وبعد أن تفقد لين خصائصه، وجد أنه إلى جانب الخصائص الأساسية والمستوى يمتلك مهارتين. المهارة الأولى: استدعاء محارب عظمي Summon Skeleton Warrior، ولها 7 درجات تبدأ من الحديد الأسود Black Iron، ثم البرونز، ثم الفضة، ثم الذهب، ثم الألماس، ثم الأسطوري Legendary، ثم الإلهي. في الوقت الحالي لم يكن يمكنه إلا استدعاء هيكل عظمي من درجة الحديد الأسود. المهارة الثانية: لهب الأرواح Soul Flame، وهي تمكنه من إحراق أرواح أهدافه، وتعتمد قوة التأثير على قوته الروحية ومستواه. وبما أن عرض مهارة لهب الأرواح لم يكن مناسبا في هذا الموقف، قرر لين استدعاء محارب عظمي بدلا من ذلك. فعند تفعيل المهارة ظهر دوام أسود بجانبه، ثم خرج منه محارب عظمي تشتعل في عينيه نيران الأرواح. انخفضت طاقته الروحية فورا من 20 نقطة إلى 10 نقاط، أي أنه استهلك نصفها. كان محارب الحديد الأسود يمتلك عظاما رمادية مليئة بالتشققات في جميع أنحاء جسده، تغطي جسده بالكامل، وحتى السيف الذي كان يحمله بدا مهترئا وممزقا، كأنه منتشل من كومة خردة. كانت خصائص محارب العظمي 15 في جميع الجوانب، لكنه لم يمتلك أي مهارات إضافية. ومع توازن السمات الأربعة الرئيسية بشكل متساو، لم يكن لديه نقاط قوة أو ضعف واضحة. في الوقت الحالي لم يكن يفتقر إلى أي مهارات، ولا يمكنه إلا تنفيذ هجمات أساسية. عندما ظهر المحارب العظمي، لم يستطع الطلاب منع أنفسهم من إطلاق صيحات الاستهجاء، وتراجعوا غريزيا بضعة خطوات. فالناس دائما ما يشعرون بشيء من الخوف تجاه الأشياء المرعبة. أطلقت أطراف أصابع المعلم زانغ تشانغ وهجا خافتا عندما لمس الهيكل العظمي، وفورا أصدرت عينا الهيكل العظمي ضوءا أحمر، واشتعلت نيران الأرواح داخله بقوة أكبر. لاحظ لين أن السيستم اكتشف تعرض المحارب العظمي لهجوم، وسأله إن كان يرغب في الرد بالهجوم، وإن لم يتخذ قرارا خلال 10 ثوان فسيقوم بالرد تلقائيا. تذكر لين سريعا معلومة في ذهنه، وأصدر أمرا فوريا للمحارب العظمي ألا يتحرك. أثار ذلك دهشة المعلم زانغ تشانغ، فهو في المستوى 25، بينما كان لين في المستوى الأول فقط. وكون المخلوق المستدعى أظهر نية عدائية تجاهه كان أمرا غير متوقع. ومع ذلك كان المعلم تشانغ يعقد آمالا كبيرة على مستقبل لين، وشجعه على الاجتهاد. تبع المحارب العظمي لين من خلفه، مصدرا أصوات طقطقة ومصحوبا بنفحات هواء باردة، مما أضفى عليه جوا مرعبا. وأثناء عودة لين أخذ العديد من زملائه يبتعدون عنه لا إراديا. وحده غاو يانغ اقترب منه. أعرب غاو عن رغبته في لمس الهيكل العظمي، فأومأ لين بالموافقة. جمع غاو شجاعته وبد يده ليلمس الهيكل. كان ملمسه كأنه صفائح فولاذ بارد وقاس. سرعان ما جاء دور غاو للخضوع لعملية التحويل.
نظر لين إلى الهيكل العظمي وفكر بصمت. استدعاء العودة. ظهر دوام أمامه ودخل الهيكل العظمي الدوام واختفى عن النظر. أظهر السيستم أن مساحة الاستدعاء لديه أصبحت الآن 1/10. تفحص لين بعناية وصف مساحة الاستدعاء. كانت مساحة الاستدعاء مكاناً مخصصاً لتخزين الكائنات المستدعاة. يمكن الاحتفاظ بالكائنات غير المستخدمة داخل هذه المساحة واستدعاؤها عند الحاجة. والكائنات المستدعاة من مساحة الاستدعاء لا تستهلك طاقة روحية إضافية. وبينما كان لين يسترجع عملية تحويل فئته، تذكر الرؤية التي شاهدها أثناء التحويل. رؤية كانت مختلفة تماماً عما اختربه الآخرون. لقد رأى دنيناً هائلاً. كان الدنين يحلق في السماء ويطلق بين الحين والآخر صرخات ألم، وفي لحظة هبط إلى الأرض. بمجرد فكرة واحدة فقط اندفع المحارب الهيكلي إلى الهجوم. شحب وجه الساحر وارتجفت يده التي تمسك بالعصا. على الفور استدعى درعاً حول نفسه، درع الطاقة. كانت هذه المهارة المميزة للساحر، فالسحرة على عكس الرماة الرشيقين لم يكونوا معروفين بالسرعة أو خفة الحركة، والآن هو محاط بمحاربي الهياكل العظمية ولا يوجد أي مجال للهروب. عندما رفع المحارب الهيكلي سيفه، اهتز درع الطاقة بعنف. تغير تعبير الساحر فجأة، فقد أدرك أن ضربة واحدة فقط من هذا المحارب الهيكلي كفيلة بتحطيم درعه. لم يستطع تصديق أن هذه الهياكل العظمية تمتلك قوة مرعبة كهذه. ما نوع الخصائص التي يمتلكونها؟ لكن لم يكن لديه وقت للتفكير. هبط سيف المحارب الهيكلي الثاني، وفي اللحظة التالية تحطم درع الطاقة عند الاصطدام، متناثرا كنجوم لامعة في الهواء. في حالة يأس استخدم مهارة أخرى، حلقة لها بالمقاومة. أطلق الساحر مهارة جديدة، فانفجرت حلقة ضخمة من النار. تم دفع عدة هياكل عظمية قريبة أكثر من 10 أمتار بفعل قوة اللهب، لكن قبل أن يحتفل حتى للحظة غرق بصره في الظلام، فقد قفز هيكلان عظميان فوق رأسه مباشرة، ولم يعد لديه أي فرصة لاستخدام مهارة أخرى. لمعت السيوف في الهواء، وفي اللحظة التالية طار رأس الساحر في السماء، وخلال ثانيتين فقط مات الساحر. أما الرامي الذي كان يطارده المحاربون الهيكليون فلم يكن حاله أفضل. بعد أن شاهد موت الساحر بعينيه امتلأ قلبه بالرعب. كان أكثر رشاقة من الساحر، لذلك استخدم مهارات المراوغة باستمرار، محاولا الهروب من حصار الهياكل العظمية، لكن مهما حاول فقد فشلت كل محاولاته. اقتربت الهياكل العظمية خطوة بعد خطوة، وأصبح المجال المتاح لحركته يضيق أكثر فأكثر. لم يفهم كيف يمكن لهذه الهياكل العظمية أن تكون سريعة إلى هذا الحد. أما الفارس فكان الوحيد الذي لا يزال صامدا. بدأ جسده يضيء بضوء قوي كأنه مصباح ساطع، وكان يستخدم مهارة الاندفاع باستمرار ويجري نحو مسافة بعيدة. طبقة الضوء هذه كانت أقوى حتى من درع الساحر، وكانت تحميه بإحكام. حتى عندما ضربت سيوف الهياكل العظمية جسده لم يتمكنوا من إيذائه. عرف لين أن هذه المهارة هي الدفاع اللامحدود، وهي مهارة لا يتقنها إلا عدد قليل من الفرسان. بمجرد تفعيلها تمنح دفاعا هائلا لفترة قصيرة. اعتمد الفارس على هذه المهارة وحاول الهرب بكل قوته، لكن فجأة سمع صرخة ألم من الخلف، فأدرك أن الرامي قد مات أيضا. بعد موت الساحر والرامي امتلأ الفارس بالرعب. كيف يمكن لهذه الهياكل العظمية أن تكون مخيفة إلى هذا الحد؟ لو كان يعلم مسبقا لما أتى إلى هنا. لم يكن الأمر يستحق أن يخسر حياته من أجل لفافة مهارة متوسطة عادية، لكن لين لم يكن ينوي تركه يهرب. لا طريق للعودة، يجب إنهاء الأمر تماما. بدأ سيف أحد المحاربين الهيكليين يلمع باللون الأحمر. ضربة الهيجان التي تسبب ضررا يعادل 200% من قوة المحارب نفسه. لم يصدق الفارس أن هيكلا عظميا يستطيع استخدام مهارة. ضرب السيف الأحمر جسد الفارس، فخفت الضوء الأبيض الذي يحيط به بشدة. ثم جاءت الضربة الثانية، ثم الثالثة. بدأت الهياكل العظمية تطلق مهاراتها بلا رحمة،
وانخفضت مدة الدفاع اللامحدود بسرعة، وفي نفس الوقت وصل المزيد من المحاربين الهيكليين وقطعوا طريق هروب الفارس. اجتاحه شعور باليأس، وبعد بضع ثوان فقط سقط الفارس أرضا ميتا. كانت أخته دائما تقول له: إما ألا تفعل شيئا، أو إذا فعلت فلا تتردد، وهذا بالضبط ما فعله لين. أما نينغ يي فلم تستوعب بعد ما حدث. من بداية المعركة حتى نهايتها استغرقت 20 ثانية. قتل الثلاثة جميعا، بينما لين لم يتحرك خطوة واحدة، وقف فقط يقود جيش الهياكل الهيكلية. عاد المحاربون الهيكليون وهم يحملون العديد من الأشياء. عندما يموت شخص تسقط محتويات مساحة التخزين، وقد اجتمع المحاربون الهيكليون كل شيء. وكانت الغنائم أسلحة برونزية: عصا وقوس ودرع وسيف. تم ترتيب الأسلحة الأربعة أمام لين. أخبرته نينغ يي أن هذه الأسلحة جاءت من زنزانة فيلق أورك كارمن. استغرب لين أنه لم يسمع بهذه الزنزانة من قبل، فشرحت له أنها زنزانة مستوى 20 تقع خارج مدينة شاوهاي. هذه المعدات البرونزية لا تفيده كثيرا، لكنه يستطيع بيعها مقابل مال. جمع لين المعدات الأربعة دون تردد، كما جمع بعض المواد مثل جلود الذئاب وعظام البحوث وأشبال البراعم. رغم أن الكمية لم تكن كبيرة، لكنه جمعها كلها. طالما أن لها قيمة فهي مفيدة. بعد جمع كل شيء تبقى عنصر واحد فقط: لفافة مهارة مبتدئة، كانت قيمتها حوالي 10,000 قطعة ذهبية. حمل لين اللفافة وتساءل هل يستخدمها أو يبيعها. سألته نينغ يي إن كان قد استخدم لفافة مهارة من قبل، فأوم بالنفي. لاحظت أنه يفكر في بيعها، فقالت أن لفافة المهارة المبتدئة ليست ذات قيمة كبيرة، فبالنسبة لها 10,000 قطعة ذهبية لا شيء. سأله لين كيف يستخدمها. ضحكت وقالت: الأمر بسيط، امسك اللفافة وقل استخدم. فعل لين ما قالت وقال استخدم، لكن لم يحدث شيء. فقالت أن صوته لم يكن مرتفعا بما يكفي، ويجب أن يقوله بصوت أكبر. نظر لين إليها، لكن لم يحاول مرة أخرى. لم يستخدم لفافة مهارة من قبل، لكنه ليس غبيا. من المستحيل أن يكون ارتفاع الصوت مهما. كما توقع، اكتشف الطريقة الحقيقية. قام بضخ طاقة الروح داخل اللفافة، وفجأة انفجرت اللفافة بالضوء وأحاطت به. ظهرت واجهة أمامه. تم اكتساب مهارة جديدة: انفجار الجثة. يفجر الجثة ضررا للأعداء في دائرة نصف قطر متر، ويعادل الضرر 10% من صحة الجثة المتبقية. رغم أن الوصف يبدو عاديا، إلا أن لين أدرك إمكاناتها الحقيقية. فإذا قتل عدوا واحدا يمكنه انفجار جثته وإصابة الأعداء القريبين، وإذا مات المزيد يمكنه انفجار الجثة واحدة تلو الأخرى، مما قد يحول المعركة إلى سلسلة انفجارات متتالية. نظرت نينغ يي إليه بفضول وسألته إن كان قد حصل على مهارة جديدة. أوم لين برأسه. لم يلمه على محاولة خداعه. ابتسمت بسعادة وأثنت على صوته وتمنت أن يتحدث أكثر. نظر لين إليها ولاحظ أنها مختلفة عن الفتيات في مدرسته. كانت مرحة ومليئة بالحيوية، نادرا ما يمدح الآخرين، لكنه قال لها إن صوتها جميل أيضا. بدت سعيدة جدا، ثم أخرجت صندوقا ووضعته في يده. كان بداخله لفافة مهارة متوسطة. في السوق التداول يمكن أن يصل سعرها إلى 1,000,000 قطعة ذهبية، أي 100 ضعف لفافة المهارة المبتدئة. كانت قد أخبرته مسبقا أن الأشخاص الذين كانوا يطاردونها كانوا يريدون هذه اللفافة، فكيف تعطيها له ببساطة؟ جلست قرب النار لتدفئ يديها، وبعد اختفاء الذين كانوا يطاردونها شعرت بالارتياح. شرحت أنها عثرت على صندوق عشوائي في معسكر أورك كارمن وحصلت عليه من هذه اللفافة، لكن أولئك الأشخاص رأوها فأخذوا يطاردونها. نظر لين إليها وقال بهدوء إنها كانت على وشك أن تموت قبل قليل. ابتسمت وقالت إنه إذا تعرضت لإصابة قاتلة سيتم نقلها تلقائيا بعيدا، لكنها ما زالت تخاف من الألم. عندها أدرك لين أنه كان يقلق دون داع. هذه الفتاة ليست عادية، ولديها الكثير من القطع الأثرية التي تحميها.
مدت لين يده وسأله إن كان لديه طعام. أخرج لين عدة كعكات مطهية بالبخار حصل عليها من المعركة السابقة، لكنها هزت رأسها وقالت إنها لا تريد طعام أولئك الأشخاص. ضحك لين واستبدلها ببطاطا حلوة. أخذتها بسعادة وبدأت تأكلها بشهية. أثناء الأكل سألته عن خططه، فأخبرها أنه ينوي الذهاب إلى أكاديمية شاو جينغ. قالت إن قدراته كافية لاجتياز أي أكاديمية بسهولة، ثم تذكرت شيئا وأخبرته أنه عندما يصل إلى الأكاديمية يجب أن يتحدى البرج الإلهي ويصل إلى أعلى طابق ممكن، لأن مكافأة المحاولة الأولى تتضاعف وتمنحه الكثير من النقاط، ونقاط الأكاديمية أكثر قيمة من الذهب. كانت تعرف الكثير عن الأكاديمية وبدأت تشرح له بحماس. كان معظم الوقت هي التي تتحدث ولين يستمع ويجيب أحيانا بجملة أو جملتين. في النهاية خف صوتها ونامت. خلع لين معطفه ووضعه عليها كغطاء، ثم بدأ يتأمل. في صباح اليوم التالي استيقظ وقد استعاد طاقته الروحية بالكامل. فتحت نينجي عينيها وابتسمت، ثم مدت يدها طالبة بطاطا حلوة أخرى. أعطاها قطعة، لكنها أرادت المزيد فأعطاها أخرى. في النهاية أعطاها تقريبا كل البطاطا التي كانت معه. لوح بيده وقال إنه لم يتبقى شيء. ابتسمت وقالت إنها ستصدقه، ثم ودعه وأخبرته أنها تأمل أن يلتقيا مرة أخرى، وطلبت منه أن يرفع مستواه بسرعة حتى يصطحبها معه للتدريب. غادرت بسرعة وهي تحمل البطاطا والمعطف. بعد رحيلها تمتم لين أنه سيأخذها معه للتدريب في المستقبل. في الغابة كانت استخدم ملك الجوبلين مهارة الطرد. بدأ جسده يشع بضوء مبهر، ثم قفز فجأة إلى الهواء قبل أن يهبط بقوة على الأرض مع دوي هائل. جميع المحاربين الهيكليين الذين كانوا يحيطون به تم قذفهم بعيدا. حتى المحاربون الهيكليون على الأرض دفعوا إلى الخلف بفعل موجة الصدمة. بعد ذلك أطلقت عينا ملك الجوبلين ضوءا أحمر متوهجا، ثم فتح فمه الكبير وأطلق ألسنة من اللهب. اجتاحت النيران المحاربين الهيكليين وأحرقتهم. شعر لين أن نقاط حياة المحاربين الهيكليين في المقدمة كانت تتناقص بسرعة واقتربوا من حافة الموت. خطرت له فكرة، فقام فورا بإعادة 4 من المحاربين الهيكليين إلى فضاء الاستدعاء. استمر ملك الجوبلين في إطلاق النيران، مانعا المحاربين الهيكليين من الاقتراب. تمتم لين: يجب أن أقطع مهارته. ظهرت كرة من اللهب البنفسجي في كفه، لهب الروح. انطلقت النيران بصمت وسقطت مباشرة على رأس ملك الجوبلين. أطلق ملك الجوبلين صرخة مدوية وتوقفت مهارته فجأة وتمت مقاطعتها. لهب الروح يتجاهل الدفاعات ويلحق ضررا مباشرا بالروح. اجتمع المحاربون الهيكليون بسرعة حوله وبدأوا يهاجمونه بلا توقف. واصل لين استخدام لهب الروح لمهاجمة ملك الجوبلين ومنعه من استخدام مهاراته. بعد دقيقة واحدة سقط ملك الجوبلين أرضا وهو يحمل تعبيرا مليئا بعدم الرضا، وكأنه يقول: ما هذا يا رجل؟ أولا سونغ جين وو والآن أنت؟ تمت هزيمة ملك الجوبلين. المكافآت: خبرة زائد 40,000. تم الحصول على سلاح برونزي خنجر ملك الجوبلين. تم الحصول على درع برونزي رداء المعرفة. تم الحصول على نواة ملك الجوبلين البلورية. وبينما ظهرت الإشعارات أضاء جسد لين أيضا بضوء الترقية. وصل لين أخيرا إلى المستوى 12. استغرق إنهاء زنزانة مستوى الكابوس بمفرده أكثر من ساعة قليلا، لكنه منحه أكثر من مستوى كامل من الخبرة. تتحص لين مكافآته: خنجر ملك الجوبلين درجة برونزية، القوة زائد 10، الرشاقة زائد 10، زيادة قوة مهارات القتلة 3%، رداء المعرفة درجة برونزية، الروح زائد 10، الصحة زائد 10، تقليل وقت إعادة استخدام مهارات السحرة 5%. الخنجر لم يكن مفيدا للين، فلذلك وضعه في مخزنه ليبيعه لاحقا. أما الرداء فقد ارتداه فورا، مما زاد روحه وصحته بمقدار 10 نقاط لكل منهما. إلى جانب المعدات كان هناك أيضا نواة ملك الجوبلين البلورية.
كانت أكبر من نوى الوحوش منخفضة المستوى، وكان مظهرها أكثر جاذبية. كانت تتوهج بلون أحمر زاه يشبه الياقوت. عندما أمسكها لين شعر بدفء ينبعث منها. إذا أخذها إلى مركز التجارة يمكنه استبدالها ب10,000 قطعة ذهبية. بعد الترقية استعادت طاقة لين الروحية بالكامل، فقام فورا باستدعاء 4 محاربين هيكليين آخرين. وصلت مهارة استدعاء المحارب الهيكلي إلى المستوى 12، وأصبح العدد الإجمالي للمحاربين المستدعين 60 محاربا. بمزاج جيد توجه لين نحو مدخل الزنزانة. فجأة ظهر عند مدخل الزنزانة، لفت انتباه الجميع فورا. تفاجأ المتفرجون برؤيته يخرج سالما، ولاحظ بعضهم أيضا رداء المعرفة الذي كان يرتديه. لم يهتم لين بالثرثرة حوله. دخلت الزنزانة فترة التبريد، وسيتعين عليه الانتظار 12 ساعة قبل الدخول مرة أخرى. بعد تجربة زنزانة واحدة لم يعد مهتما بقتل الوحوش الضعيفة خارج الزنزانة، فالخبرة التي يحصل عليها من قتل عشرات الوحوش خارج الزنزانة أقل بكثير من قتل وحش واحد داخل الزنزانة. جلس لين في مكان هادئ. وقف محارب هيكلي مخلص بجانبه يحرسه. كانت هذه الرحلة في الزنزانة ذات أهمية خاصة بالنسبة له. الأهم أنها جعلته يفهم نقاط ضعفه، كما أدرك فائدة مهاراته. إذا استخدمت بشكل صحيح، انفجار الجثة يساوي أقوى مهارة ضرر جماعي. لهب الروح يقاطع مهارات العدو ويتجاوز الدفاع. حتى زعماء مستوى الكابوس يجدون صعوبة في تحملها. انتظر لين انتهاء فترة التبريد متحمسا لدخول الزنزانة مرة أخرى. مع حلول الليل انتهى من التأمل. كادت طاقته الروحية أن تستعاد بالكامل. خارج مدخل الزنزانة اشتعلت العديد من النيران الصغيرة، وكان الكثير من الناس يجتمعون حولها ويشوون اللحم. امتلأ الهواء برائحة الطعام. هؤلاء كانوا مغامرين محترفين معتادين على الحياة في البرية. أما لين فقد أحضر فقط بطاطا حلوة معه عندما غادر. شعر بالجوع وبدأت معدته تصدر أصواتا. مد يده ليأخذ البطاطا، لكنه تذكر أنه أعطاها كلها لنينغ يي. ابتسم قليلا عندما تذكر مظهرها المشاكس واللطيف، ثم أخرج بعض الكعك المطهو على البخار وبدأ يأكله. عندما وقف لاحظ أن مدخل الزنزانة أصبح مزدحما. كانت هناك مجموعتان في مواجهة بعضهما. مجموعة تقف عند المدخل وتمنع الجميع من الاقتراب. كانوا يرتدون زيا موحدا ويحملون أسلحة متقنة. كانوا يشبهون نقابة منظمة. أما المجموعة الأخرى فكانت من المغامرين الذين كانوا ينتظرون خارج الزنزانة. بعد قليل فهم لين ما يحدث. نقابة السلالة داينستي جيلد كانت تمنع الجميع من دخول الزنزانة. كان ذلك يثير غضب الكثيرين. تقدم ساحر من النقابة وقال: زعيم نقابتنا الشاب داخل الزنزانة ينفذ مهمة. حتى ينتهي من مهمته لا يسمح لأحد منكم بالدخول. احتج المغامرون، لكن لم يجرؤ أحد على القتال، فالنقابة كانت قوية جدا. فجأة أطلق الساحر كرة نار نحو أحد المعترضين ومات الرجل فورا. دخل الجميع في حالة صدمة. لم يصدقوا أنهم قتلوا شخصا هكذا. ابتسم الساحر بسخرية وقال إنه مجرد مغامر حر. ثم تحدى الحشد قائلا: إذا كنتم تملكون الشجاعة فتعالوا وانتقموا منا في نقابة السلالة. كان لدى لين العديد من الأسئلة. اقترب من أحد المغامرين وسأله. أخبره الرجل أن النقابة تحتاج إلى نواة ملك الجوبلين. معدل سقوطها منخفض جدا ولا يمكن الحصول عليها إلا من زنزانة الكابوس، كما أنها تسقط مرة واحدة كل 100 يوم. المهمة الموجودة في مركز التجارة كانت منشورة من نقابة السلالة، لكن لم يستطع أحد إكمالها، والسعر الذي يعرضونه سخيف، فقيمة النواة على الأقل 30,000 قطعة ذهبية.
بينما النقابة تعرض فقط 10,000. من سيبيعها لهم؟ ومن المفارقات أن نواة ملك الجوبلين كانت موجودة في مخزن لين. من المؤكد أن النقابة ستعود خالية الأيدي. كان لين يفكر سابقا في بيع النواة بعد عدة أيام، لكن بعدما سمعه الآن أدرك أنها أكثر قيمة مما توقع. سأله الرجل كيف يمكن استخدامها. أخبره أن حدادا يمكنه تحويلها إلى خاتم ملك الجوبلين. هذا الخاتم يمنح +10 لجميع الخصائص وزيادة مستوى جميع المهارات بمقدار 1، ويمكنه استخدامه عند المستوى 15، ويعتبر أقوى إكسسوار للشخصيات أقل من المستوى 40. ويقال إن زعيم النقابة الشاب يريد دخول أكاديمية شياجينغ، لذلك كان مصمما على الحصول عليه. ابتسم لين قليلا وتوجه نحو مدخل الزنزانة. لم يهتم بنقابة السلالة، فهم مجرد عقبة في طريق تطوره. توقف الأشخاص الذين كانوا يحتجون سابقا فجأة عندما رأوا لين يتقدم نحو المدخل ومعه محارب هيكلي بجانبه. واصل لين السير نحو مدخل الزنزانة، وكان صوت احتكاك العظام يرافق خطوات المحارب الهيكلي. أصبح المغامر الذي كان يقف بجانبه متوترا للغاية، وحاول سحب لين إلى الخلف. قال له بقلق: لا تفعل ذلك. في تلك اللحظة كان ساحر نقابة السلالة ينظر إلى لين ببرود، وخلفه ركز عدة أعضاء من النقابة أنظارهم على لين. كان جميعهم فوق المستوى 20: فرسان، محاربون، سحرة، رماة وداعمون، كما أن معداتهم كانت ممتازة جدا، من الأسلحة إلى الدروع والإكسسوارات، كلها من الدرجة البرونزية. وقف لين أمام الساحر وقال بهدوء: ابتعد عن الطريق. تعامل الساحر مع كلامه وكأنه سمع أعظم نكتة في حياته، لكن لين تابع قائلا: لا تمنعني من دخول الزنزانة، وإلا سأقتلك. قال لين ذلك ببرود، لم يكن يمزح على الإطلاق. ابتسم الساحر بسخرية وألقى تعويذة كشف على لين، ثم ضحك باستهزاء. اتضح أن لين مجرد شخص من المستوى 12. حتى لو لم يقابلوا فئة مستدعي الموت من قبل، فإن كونه مستوى 12 فقط كان حقيقة لا يمكن إنكارها. رغم أن بعض الأشخاص حاولوا إقناع لين بالتراجع، إلا أنه لم يهتم بكلام أحد. أصبح صوته أكثر برودة عندما قال للمرة الأخيرة: تنحى جانبا أو مت. شعر الساحر بقشعريرة تسري في جسده عندما سمع كلمات لين. كانت نظرة عيني لين مخيفة للغاية. كيف يمكن لشخص في المستوى 12 أن يجعله يشعر بهذا الرعب؟ لكن في اللحظة التالية استعاد وعيه ورفع عصاه مهددا. كان مستعدا لقتل لين إذا تقدم خطوة أخرى. نظر لين إلى الساحر، ثم قال كلمة واحدة فقط. في اللحظة التالية اندفع المحارب الهيكلي مثل البرق، وخلال طرفة عين ظهر أمام الساحر ورفع علمه ليضرب. ابتسم الساحر بسخرية وفعل فورا درع طاقة وردي باهت. اصطدم سيف المحارب الهيكلي بالدرع، تشوه الدرع بشدة وكاد أن يتحطم. في تلك اللحظة شحب وجه الساحر. ما نوع هذا الكائن المستدعى؟ أمر لين المحارب الهيكلي باستخدام مهارته، فبدأ السيف يتوهج باللون الأحمر. ضربة الهيجان. ارتعب الساحر. من كان يتوقع أن هذا الكائن المستدعى يمتلك مهارة قوية كهذه؟ شعر بتهديد الموت. إذا أصابت الضربة لن يتحطم الدرع، بل سيموت أيضا. صرخ الساحر بسرعة: حلقة اللهب! انفجرت حلقة من النار دفعت المحارب الهيكلي عدة أمتار للخلف، حتى أعضاء النقابة خلفه صدموا مما حدث. صرخ الساحر: ماذا تنتظرون؟ هاجموا! كان وجهه شاحبا لأنه شعر أنه نجا من الموت بصعوبة. استجاب أحد الفرسان بسرعة، فعل مهارة الاندفاع ورفع درعه، ثم اندفع نحو المحارب الهيكلي بقوة. قطع أكثر من 10 أمتار في لحظة، لكن المفاجأة أن الفارس أطلق صرخة أنثوية، ثم طار جسده في الهواء. أما المحارب الهيكلي
فلم يتحرك حتى. من حيث القوة، كان المحارب الهيكلي أقوى بكثير. اندفع مرة أخرى لينفذ أوامر لين. تراجع الساحر بسرعة وأمر رفاقه بقتل لين. أفضل طريقة للتعامل مع المستدعي هي قتل المستدعي نفسه، فإذا مات المستدعي ستختفي المخلوقات المستدعاة تلقائياً. أطلق راميان سهامهم في نفس اللحظة. تطايرت عدة سهام نحو لين، لكن لين لم يتحرك ولم يبدي أي خوف. ظهر دوام أسود أمامه، وخرج منه محاربان هيكليان، واحد على اليسار وواحد على اليمين. اعترضا الأسهم بسهولة. اصطدمت الأسهم بأسلحة الهياكل العظمية وأصدرت صوت معدن قوي، لكنها لم تسبب أي ضرر. تراجع الراميان بسرعة مصدومين. لم يتوقعوا أن لين يمتلك أكثر من مخلوق مستدعى واحد. صرخ الساحر مرة أخرى، وفورا اندفع الفرسان والمحاربون لحمايته. رفع الساحر عصاه وبدأ بترديد تعويذة بسرعة. بعد عدة ثوان انفجرت النيران من الأرض، ثم خرج ثعبان ناري ضخم من عصاه واتجه مباشرة نحو لين. كانت هذه مهارة نادرة لا يتعلمها إلا سحرة المستوى 20، وتعتبر أقوى مهارة لساحر في هذا المستوى. بدأ بعض الأشخاص خلف لين يشعرون بالقلق له، لكن لين بقي هادئا تماما. ظهر دوام آخر أمامه. هذه المرة خرج عشرات المحاربين الهيكليين. اصطدم الثعبان الناري بهم وانفجر بقوة. وسط ألسنة اللهب اندفعت عشرات الهياكل العظمية نحو أعضاء النقابة. أصبح وجه الساحر قاتما جدا. ظهور 3 محاربين هيكليين سابقا كان مفاجئا، لكن ظهور هذا العدد الهائل كان أمرا لا يمكن تصديقه. عدد الهياكل العظمية أصبح الآن أكثر من عددهم. كان الساحر خبيرا في القتال، فلذلك بقي هادئا. أمر أعضاء النقابة بتشكيل قتالي، وبالفعل كانت نقابة السلالة نقابة قوية مليئة بالمحاربين ذوي الخبرة. كل فرد منهم خضع لتدريب طويل، وكان تنسيقهم ممتازا. وقف الفرسان في الأمام، وخلفهم المحاربون والرماة والسحرة، والداعمون بقيوا في الخلف. بدأوا بإلقاء التعزيزات: تعزيز القوة، زيادة الرجافة، تقوية العقل. ارتفعت سرعتهم، ظهرت دروع الطاقة، وتم تفعيل موضع الهيجان. لم يتركوا أي تعزيز ممكن. عاد بعض الثقة إلى وجه الساحر. في تلك اللحظة رفع لين يده وأشار إلى المتفرجين أن يتراجعوا. لم يجرؤ أحد على معارضته. من كان يتوقع أن شخصا واحدا سيواجه فريقا كاملا من النقابة؟ تراجع الجميع بسرعة وابتعدوا، وفجأة ظهر لهب بنفسجي. وفي اللحظة التالية حدث شيء مرعب. صرخ أحد الرماة. انخفضت نقاط حياته بسرعة إلى حافة الموت. ألقيت تعويذة شفاء بسرعة، لكن لم تنقذه. سقط الرامي ميتا في لحظة. أصبحت الأجواء أكثر توترا. في هذه الأثناء كانت عشرات الهياكل العظمية تندفع نحوهم. حتى الفارس الشجاع أصبح تحت ضغط شديد. كان يقاتل أكثر من 10 محاربين هيكليين في نفس الوقت. فعل مهارة الدفاع اللامحدود، لكن الهياكل العظمية كانت تضربه بضربات الهيجان باستمرار. رغم أن تعويذات الشفاء كانت تسقط عليه بلا توقف، إلا أنه كان يشعر بألم شديد. كان يخشى أن يسقط في أي لحظة. بدأ ضوء الدفاع اللامحدود يضعف بسرعة، وفي اللحظة التي اختفى فيها الدفاع أطلق لين لهب الوحي مرة أخرى. أصاب اللهب الفارس مباشرة. صرخ الفارس من الألم، وفي نفس اللحظة أصابه أكثر من 10 ضربات هيجان. لم يستطع المعالج مواكبة الضرر، ومات الفارس فورا. سقطت الدبابة الأساسية للفريق. ظهرت فجوة كبيرة في دفاع الفريق. شحب وجه الساحر وصرخ: انسحبوا! بدأ يركض للخلف، لكن لين هز رأسه. لقد كان متأخرا جدا. رفع أحد المحاربين الهيكليين جثة الفارس في الهواء، ثم انفجار الجثة. انفجار هائل دون في المكان. تحولت الجثة إلى انفجار مدمر. لم يبق شيء، فقط جثث ممزقة على الأرض. لم ينجي أي شخص من نقابة السلالة.
كانت الأرض مليئة بالمعدات والغنائم، لكن لين لم يهتم. مسح الدم من وجهه، ثم جمع كل الأشياء. بعد ذلك استخدم انفجار الجثة مرة أخرى حتى لا يبقى أي أثر لجثث أعضاء النقابة. بعد أن انتهى دخل الزنزانة. بعد أن دخل لين الزنزانة أخيراً، تجرأ المغامرون الأحرار الذين كانوا يحتجون سابقاً على الاقتراب من المكان. لم يصدقوا أن شخصاً واحداً فقط تمكن من القضاء على فريق كامل من نقابة السلالة. كان الجميع يعلم أن نقابة السلالة لن تترك الأمر يمر بسهولة، لذلك بدأوا يشعرون بالقلق حول ما يجب فعله بعد ذلك. اقترح أحدهم أن يغادروا فوراً ويبتعدوا عن مدينة البحر الغربي وعن المقاطعة بالكامل بعيداً عن نفوذ النقابة. تم قبول اقتراحه فوراً، وبتحريض منه بدأ الجميع بالانسحاب، وخلال لحظات أصبح مدخل الزنزانة خالياً تماماً. بعد نصف ساعة تم نقل عدة أشخاص إلى خارج الزنزانة. كان على وجه رجل أشقر تعبير خفيف من خيبة الأمل. رغم دخولهم الزنزانة لم يتمكنوا من الحصول على نواة ملك الجوبلين البلورية. فجأة لاحظت مغامرة تقف بجانبه شيئا غريبا. لم يكن هناك أي شخص في المكان، ولا حتى أعضاء فريقهم أو المغامرون الآخرون. لم يستطيعوا فهم ما الذي حدث. كان الأشخاص الذين رافقوا هاوران ابن زعيم النقابة في هذه الرحلة داخل الزنزانة يشعرون بالذعر. كان مستواهم فقط 17، وخبرتهم أقل بكثير من الساحر وبقية الفريق الذين كانوا يحرسون المدخل. في هذه اللحظة لم يكن أمامهم إلا الاعتماد على هاوران، فهو زعيم النقابة الشاب. بعد أن فكر قليلا قال: أطلقوا شعلة الإشارة. كان يأمل أن يحصلوا على رد من الساحر وبقية الفريق، لكن في ذهنه لم يستطع فهم سبب عدم وجود أي آثار للقتال. انطلقت شعلة الإشارة في السماء، ثم انفجرت لتشكل كرة ضوء ضخمة. أدرك هاوران أن شيئا ما حدث للساحر وبقية الفريق أثناء وجوده داخل الزنزانة. أمر الجميع أن يتبعوه ويغادروا المكان فورا، فقد يكون هناك خطر في هذه المنطقة. في داخل الزنزانة كان لين يقود 46 محاربا هيكليا يندفعون للأمام بلا توقف. كان يستخدم نفس الاستراتيجية السابقة، وارتفعت خبرته بسرعة أكبر هذه المرة. بعد ساعة واحدة فقط وصل لين إلى نهاية الزنزانة. حاصر 64 محاربا هيكليا ملك الجوبلين، وبدأوا بمهاجمته بلا رحمة. وخلال 30 ثانية فقط سقط زعيم مستوى الكابوس على الأرض وهو في غاية الغضب. تمت هزيمة ملك الجوبلين. المكافآت: خبرة زائد 40,000، سلاح برونزي، كتاب تعاويذ ملك الجوبلين، نواة وحش منخفضة المستوى. كما هو متوقع، لم تسقط نواة ملك الجوبلين البلورية مرة أخرى، بل تحولت إلى نواة وحش عادية منخفضة المستوى. تفحص لين خصائص كتاب تعاويذ ملك الجوبلين. كتاب تعاويذ ملك الجوبلين: درجة برونزية، الروح زائد 10، الصحة زائد 10، زيادة قوة مهارات السحرة 3%. نظر لين إلى الخصائص. لم يكن مثاليا، لكنه مقبول حاليا. خلال قتاله مع ملك الجوبلين وصل لين إلى المستوى 13. حسب سريعا في ذهنه: إذا أراد الوصول إلى المستوى 15 فسيحتاج إلى إنهاء حوالي 3 زنزانات أخرى، لكن الوقت كان محدودا. يمكنه دخول الزنزانة 5 مرات فقط قبل موعد الاختبار، وبذلك يمكنه الوصول إلى المستوى 16. كان أقل قليلا مما توقع، لكن المستوى 16 سيكون كافيا لاختبار القبول في أكاديمية شياجينغ. خرج لين من الزنزانة. في الخارج كان المكان هادئا بشكل غريب، صمت غير طبيعي. فكر لين قليلا وفهم ما حدث تقريبا. يبدو أن المغامرين الأحرار غادروا خوفا من نقابة السلالة. نظر حوله ثم غادر المكان أيضا. في اليوم التالي وصل فريق آخر إلى مدخل الزنزانة. كانت شارلوت قد وصلت إلى المستوى 10، وكان المحاربون الهيكليون حول لين واضحين جدا. كانت تعلم جيدا أن لين هو الشخص الوحيد في العالم الذي يملك مثل هذه الاستدعاءات. نظرت شارلوت إلى لين وفهمت فورا أنه سيقوم بالدخول بمفرده مرة أخرى. كانت قد وصلت إلى المستوى 10 اليوم، وجاءت مباشرة إلى الزنزانة.
لم تتوقع أن لين يستطيع إنهاء الزنزانة بمفرده مرة أخرى كان لين أسرع منها بخطوة. داخل زنزانة الكابوس اندفع لين خلال الوحوش بلا توقف. الآن أصبح لديه 72 محاربا هيكليا. بعد 45 دقيقة فقط قابل صديقه القديم ملك الجوبلين. استيقظ ملك الجوبلين على صوت سيوف الهياكل العظمية، وبمجرد أن وقف كان أكثر من نصف نقاط حياته قد اختفى بالفعل. أطلق النيران من فمه، لكن لهب الروح قاطع مهارته فورا. بعد 30 ثانية فقط سقط ملك الجوبلين مرة أخرى وهو مليء بالغضب. تمت هزيمته. خبرة زائد 40,000. نظر لين إلى الغنائم ثم وضعها في مخزنه. كانت عينا ملك الجوبلين مليئتين بالغضب والإحباط، وكأنه تعرف على لين. ألاح لين بيده وقال: لا يهم من قتلك، على الأقل أعطيتك موتا سريعا. في الحقيقة لم يكن لين يريد قتل ملك الجوبلين، لكن لم يكن لديه خيار، فهو يحتاج إلى رفع مستواه. مرت 12 ساعة أخرى. عاد لين مرة أخرى لمقابلة صديقه القديم. بعد قتل ملك الجوبلين وصل لين إلى المستوى 14، وأصبح عدد المحاربين الهيكليين 76. وأثناء انتظاره خارج الزنزانة قابل زميلة قديمة في الفصل. عندما سمع صوتا مألوفا فتح عينيه. كانت شارلوت. كان الغبار يغطي وجهها الجميل، وكانت لديها عدة إصابات. الواضح أنها خرجت للتو من معركة. كانت قد خرجت للتو من الزنزانة. نظرت إلى لين غاضبة وسألته: ما مستواك الآن؟ أجاب لين بهدوء: المستوى 14. لم تستطع شارلوت تصديق ذلك. كيف يمكن أن يرتفع مستواها بهذه السرعة؟ كانت قد تعاونت مع فريق وأكملت زنزانة منجم البحر الغربي مرتين على الصعوبة العادية، ومع ذلك ارتفعت فقط من المستوى 10 إلى 11. كانت مرهقة للغاية. كانت تعلم أن لين يستطيع إنهاء الزنزانات بمفرده، لكن لا يمكن أن يرتفع مستواه بهذه السرعة. لم تتخيل أبدا أن لين كان يدخل زنزانات مستوى الكابوس. ازداد شعورها بعدم الرضا تجاهه. قالت: لن أعترف بالهزيمة. ثم استدارت وغادرت. نظر لين إليها دون أن يعرف ماذا يقول، وفجأة رأى شارلوت تدخل الزنزانة مرة أخرى مع فريق. كان ذلك غريبا، فالزنزانات عادة لديها وقت تبريد، لكن شارلوت دخلت مرة أخرى فورا. بعد ساعة خرجت من الزنزانة، وكان التعب واضحا على وجهها. وبعد 10 دقائق فقط وجدت فريقا آخر ودخلت مرة أخرى. وبعد نصف ساعة خرجت مرة أخرى. كانت مرهقة لدرجة أنها لم تعد قادرة حتى على تحريك إصبعها. جلست بجانب لين. سألها لين: لماذا تضغطين على نفسك هكذا؟ ردت شارلوت غاضبة: كيف تجرؤ على السؤال؟ منذ سنوات كانت دائما في المركز الثاني بعد لين، ويجب أن تتجاوزه. لم يتوقع لين أن تحمل هذا القدر من العداوة. لو كان يعلم لترك لها المركز الأول في أحد الامتحانات. نظرت شارلوت إلى السماء. كانت تريد أيضا دخول أكاديمية شياجينغ. المستوى 15 يمنح فرصة كبيرة للقبول، أما المستوى 16 فيضمن القبول تقريبا. نصح لين شارلوت بدخول زنزانات الكابوس لرفع المستوى بسرعة. نظرت إليه شارلوت بعيون واسعة. ظنت أنه يمزح أو يسخر منها، فزنزانات الكابوس تحتاج فرقا قوية من محترفي مستوى 16 أو 17. لن يقبل أحد فتاة مستوى 12 مثلها. نظرت إليه بازدراء وكأنها تقول: هل تفهم شيئا أصلا؟ ثم قالت: إنها ستدخل عدة زنزانات عادية أخرى، ربما تصل إلى المستوى 14، ومع بعض الجهد قد تصل إلى 15. وأخيرا تكلم لين مرة أخرى وسأل: كيف تستطيعين تجاوز وقت تبريد الزنزانة؟ تحول وجه شارلوت إلى تعبير الدهشة الشهير، وكأنها صدمت لأنها لم تتوقع أن هناك أشياء لا يعرفها لين. لين لم يتكلم، واكتفى بمراقبة شارلوت بصمت منتظرا إجابتها، وكأنه وجب شيئا مسليا. ابتسمت شارلوت ابتسامة ماكرة وقالت له مازحة: لو قلت لي كلاما لطيفا فسأخبرك.
أدار لين رأسه بعيدا وأغلق عينيه. عندما رأت ذلك عبست وأخرجت تميمة تقليل التبريد الخاصة بها. تذكر لين بسرعة أن هذا العنصر لم يكن شيئا يدرس في المدرسة. قالت شارلوت إن تميمة تقليل التبريد تستطيع إلغاء وقت الانتظار الخاص بالدنجن، مما يسمح للشخص بدخوله عدة مرات متتالية. كانت التميمة تشبه ساعة توقيت. عندما استخدم لين تعويذة الكشف ظهرت معلومات العنصر. تميمة تقليل التبريد الأساسية. عدد الاستخدامات المتبقية 7. الوصف: هذا العنصر يمكنه إلغاء وقت التبريد الخاص بالدنجن، لكنه فعال فقط في الدنجنات الأقل من المستوى 20. كانت هذه أول مرة يسمع فيها لين عن مثل هذا العنصر. سأل لين إن كانت هذه التميمة باهظة الثمن. قالت شارلوت إنها لا تعرف لأن والدها هو من أعطاها لها، لكنها تتذكر أن والدها بدا متألما قليلا عندما سلمها إياها. عائلة شارلوت ثرية جدا ولديهم شركات ناجحة كثيرة، وهم مشهورون في مدينة البحر الغربي. لذلك إذا كان شخص مثل والد شارلوت يرى شيئا مكلفا فلا بد أن قيمته عالية فعلا. حكت شارلوت رأسها وقالت إنها تحتاج لاستخدام كل فرص إعادة الدنجن 7 خلال يومين، وإلا ستضيع. لكنها شعرت أنها قد تموت من الإرهاق. عندما رأى لين تعبيرها القلق فكر قليلا ثم عرض أن يحملها خلال الدنجن، وقال إنه يستطيع أن يجعلها تصل إلى المستوى 15 دون أن تفعل أي شيء. فجأة تذكرت شارلوت إن هذا الشاب بجانبها يستطيع إنهاء الدنجن بمفرده، فقررت بسرعة أن تشارك التميمة معه. كان لين يعلم أنه رغم أن الخبرة تقل كل مرة، إلا أن عدد مرات الدخول الأكبر سيمنحهم خبرة إجمالية أكبر، أي أنه مكسب للطرفين. وافقت شارلوت بسعادة. طلب لين منها أن ترتاح أولا وسيبدأني بعد 2 ساعات. تمددت شارلوت بتكاسل واستعدت للنوم، وبعد لحظات قليلة فقط كانت قد نامت بالفعل. النوم في البرية بهذا الشكل خطر جدا، لكنها نامت بهدوء لأن لين كان بجانبها. كانت ملتفة مثل القطة الصغيرة وتبتسم ابتسامة خفيفة أثناء النوم. بعد 2 ساعات انتهى وقت التبريد الخاص بلين. استيقظت شارلوت وتمددت قليلا ثم دخلا الدنجن معا. كان معهما محارب هيكلي عظمي. استخدمت شارلوت التميمة فاختفى وقت التبريد فورا. بدأ لين الدنجن واختار مستوى الكابوس. تغير وجه شارلوت فجأة. ظنت أن لين اختار المستوى الخطأ، لكن قبل أن تتكلم كانا قد اختفيا بالفعل. داخل الدنجن كان الجو خانقا وثقيلا. تمسكت شارلوت بذراع لين وهي خائفة. سألها لين إن كانت خائفة. قالت بسرعة إنها ليست خائفة، لكن مجرد رؤية إحصائيات الوحوش جعل أسنانها ترتجف. قال لين لها: فقط اتبعيني. ظهر عدد كبير من المحاربين الهيكليين. ركضوا عبر نفق المنجم الطويل. ظهر زعيم الذئاب المنجم. كان زعيم الكابوس أكبر مرتين من النسخة العادية. قتل أحد المحاربين الهيكليين وحش النخبة، ثم قذف جثته نحو الزعيم. رفع لين يده وقال: انفجار الجثة. انفجار هائل دوى في المكان. قفزت خبرة شارلوت بشكل جنوني، ثم تبعت الانفجار عدة انفجارات أخرى. سقط ملك الذئاب أرضا وهو يعوي. الزعيم الذي يحتاج فريقا ل3 أشخاص و20 دقيقة لقتله قتل في أقل من ثانية.
عندها أدركت شارلوت أن هذا ليس مستوى عاديا، بل مستوى الكابوس. وعندما علمت أن لين كان ينهي ضنجنات الكابوس وحده منذ المستوى 10، فهمت أخيرا لماذا يرتفع مستواه بسرعة جنونية. منذ دخولهم الدنجن مر 10 دقائق فقط، وكانوا بالفعل أمام الزعيم الأخير. كان أمامهم ملك الجوبلين العملاق. اندفع المحاربون الهيكليون نحوه مثل الدببة نحو خلية نحل. دوت أصوات انفجارات كثيرة، ثم عاد الهدوء. ظهر ضوء ترقية حول لين. وصل إلى المستوى 15. نظرت شارلوت إلى الغنائم وقالت إنه مؤسف أنها ليست عصا سحرية. فجأة طار شيء أسود نحوها. أمسكته غريزيا. كان عصا ملك الجوبلين. لين أعطاها لها. عرفت شارلوت أن لين لا يهتم بهذه المعدات البرونزية. أما لين فكان مشغولا بحساب إحصائياته الجديدة، واستنتج أنه بعد 5 جولات أخرى سيصل إلى المستوى 16. نظر لين إلى جثة ملك الجوبلين ولمسها وقال: آسف، سأقتلك 5 مرات أخرى. وجدت شارلوت هذا التصرف غريبا، فالزعيم لا يستطيع سماعه أصلا، لكن لسبب ما شعرت أن لين لطيف قليلا. بعد الخروج من الدنجن استخدمت شارلوت التميم مرة أخرى. بعد 10 ثوان فقط دخلوا الدنجن مرة أخرى. هذه المرة كانت شارلوت متحمسة جدا. دخلوا الدنجن للمرة 3 و4 و5، وبعد استهلاك كل المحاولات وصلت شارلوت إلى المستوى 14، ولا يزال لديهم يوم ونصف قبل الامتحان النهائي، وسيصل مستواها إلى 15 بالتأكيد. سألت شارلوت لين إن كان يريد المنافسة على المركز الأول في المقاطعة. إذا فاز سيحصل على نقاط كثيرة، والأهم قد يحصل على فرصة للانضمام إلى أكاديمية الخالق، وهي أقوى أكاديمية في الإمبراطورية. لكن لين قال إنه يريد دخول أكاديمية شياجينغ لأن أخته هناك، وإذا حصل على فرصة مستقبلا قد يحاول دخول أكاديمية الخالق. فجأة ظهر شاب أشقر خلف لين. كان غاو يانغ. كان يبحث عن فريق لكنه لم يجد، لأنه فارس مستوى 11 ولا يستطيع التحمل وحده. قرر لين أن يأخذهم معهم. دخلوا الدنجن، وعند دخول مستوى الكابوس كان أول من تجمد من الخوف هو غاو يانغ. بعد 10 دقائق فقط كان يحدق في الزعيم الميت بذهول، ثم أمسك بساق لين وقال: أرجوك احملني كل يوم. حتى إنه قال إنه مستعد لارتداء تنورة زي المشجعات لتشجيعه. قالت شارلوت إن الفارس يجب أن يكون لديه كرامة، لكن غاو يانغ قال: طالما لين موجود لماذا أكون فارسا أصلا؟ دخلوا الدنجن، وعند دخول مستوى الكابوس
كان أول من تجمد من الحوف هو غاو يانغ. بعد 10 دقائق فقط كان يحدق بالزعيم الميت بذهول، ثم أمسك بساق لين وقال: أرجوك احملني كل يوم، حتى إنه قال إنه مستعد لارتداء تنورة زي المشجعات لتشجيعه. قالت شارلوت إن الفارس يجب أن يكون لديه كرامة، لكن غاو يانغ قال: طالما لين موجود لماذا أكون فارسا أصلا؟ بعد الجولة الأخيرة، لين المستوى 16، شارلوت المستوى 15، غاو يانغ المستوى 12. في اليوم التالي جاء الامتحان النهائي. تم نقل جميع الطلاب إلى برج الاختبار. تم إعلان القواعد. أي شخص يتكلم سيتم استبعاده فوراً. وعندما همس بعض الطلاب أطلق البرج أشعة عليهم واختفوا فوراً. غطى غاو يانغ فمه من الخوف. دخل لين الاختبار. بما أنه مستحضر أرواح أو نيكرومانسر، وهي مهنة نادرة، قرر الممتحنون إرسال وحش أقوى منه بمستويين. ظهر أمامه ساحر ذئب وحشي يحمل عصا. ظهر عداد تنازلي. رفع لين يده، وعندما انتهى العد استخدم مهارته لهب الروح. صرخ الوحش وسقط ميتا فورا. في أعلى البرج صدم جميع الممتحنين، فقد هزم الوحش في 0.1 ثانية فقط. ومع السلامة يا أساطير. داخل غرفة المراقبة في أبراج الاختبار في أعلى البرج، كان عدة ممتحنين يرتدون تعابير الدهشة. في تلك اللحظة دخل رجل مسن يرتدي رداء إلى الغرفة. كان هذا إلدر نينغ. انحنى الممتحنون فوراً تحية له. كان إلدر نينغ قد سمع بوجود مهنة فريدة وأراد أن يشاهد صاحبها أثناء العمل. على الشاشة كانت اللقطات المباشرة للين. سارع الممتحنون إلى نقل الأحداث التي جرت للتو. كانوا يستعدون لزيادة صعوبة الاختبار وإجراء الاختبار الثاني بناء على الصعوبة الأسطورية. لكن أحد الممتحنين اعترض، معتقداً أن هذا غير عادل بالنسبة للين. ضحك إلدر نينغ وقال لهم: في الماضي كان هناك محترفون قتلوا الوحوش بضربة واحدة فوراً أيضاً، ولهذا الاختبار سيعتبرون لين صاحب أعلى نتيجة ويمنحونه 100 نقطة كمكافأة أولية. وإذا نجح لين في الاختبار الثاني فسيمنحونه 1000 نقطة إضافية. كان إلدر نينغ مستعداً لدفع هذه النقاط من جيبه الخاص. بعد انتظار قصير ظهر وحش آخر أمام لين. أعلن المذيع مرة أخرى أن على لين الاستعداد للاختبار الثاني. القانون بسيط: اهزم الوحش الذي أمامك. رغم أن هذا الاختبار الثاني لم يجد لين الأمر غريباً. اعتقد أن هذه مجرد القواعد العادية للتجربة. عندما انتهى العد التنازلي أطلق مرة أخرى لهب الروح. أطلق وحش الساحر أمامه صرخة مرعبة ثم تم إبادته فوراً. قتل فوري مرة أخرى. نظر جميع الممتحنون إلى إلدر نينغ في نفس الوقت. ابتسم إلدر نينغ ببساطة وقال لهم أن يواصلوا الجولة الثانية من الامتحان. بعد انتهاء الجولة الأولى من الاختبار تردد صوت رسمي في آذان جميع المتقدمين للاختبار. أخبرهم أنه من بين أكثر من 10,000 طالب من فئة القتال فقط النصف نجح في الجولة الأولى. ثم تم إعلان النتائج. بدون شك لين كان في المركز الأول. فتاة تدعى ماي جاءت في المركز الثاني، بينما شارلوت احتلت المركز الثالث. أما ريتشارد من نقابة داينستي فقد حصل على المركز الرابع بزمن 5.5 ثانية. عندما رأى ريتشارد هذه النتائج وصل غضبه إلى ذروته. لم يستطع أن يصدق أنه لم يدخل حتى المراكز الثلاثة الأولى،
وعندما نظر إلى نتيجة لين 0.1 ثانية اعتقد أن هناك خطأ في النظام. تردد الصوت مرة أخرى معلنا بدء الجولة الثانية من الاختبار. أكد الصوت أن هذه الجولة قد تكون خطيرة وربما تحدث وفيات. يجب على جميع المتقدمين تقدير قدراتهم جيدا، وإذا واجهوا خطرا يمكنهم الانسحاب أثناء الاختبار. كانت الجولة الثانية عبارة عن غارة زنزانة مقسمة إلى 3 مستويات صعوبة: عادي، كابوس، جحيم، وكان لكل مستوى نقاط مختلفة. اكتشف لين سريعاً أن هدف الجولة الثانية هو معرفة من يستطيع قتل أكبر عدد من الوحوش خلال 30 دقيقة. بدون تفكير، اختار ريتشارد صعوبة الجحيم. في نظره، قتل وحش واحد في صعوبة الجحيم يعادل قتل 5 وحوش في الصعوبة العادية. استدعى سلاحه كاشفاً عن فئته، بيرسيركر. فكرت شارلوت قليلاً ثم اختارت الصعوبة العادية. بصفتها ساحرة عناصر، لم تكن جيدة في القتال القريب، لذلك قررت الاعتماد على الكمية بدل القوة. داخل غرفة المراقبة، كان الممتحنون يناقشون اختيارات كل متقدم. ماي، صاحبة المركز الثاني وهي شادو هانتر، فئة قاتل نادرة، اختارت أيضا صعوبة الجحيم. بحلول الآن، كان معظم المتقدمين المميزين قد اختاروا مستوياتهم، ولم يبقى سوى لين. كان جميع الممتحنين متحمسين لرؤية اختياره وأدائه. بعد سماع القواعد، كون لين حكمه الخاص. هذا الاختبار يقيس التحمل الفردي. القتال المستمر لمدة 30 دقيقة سيجهد أي فئة، لكن لين شعر أنه استثناء. اختار لين صعوبة الجحيم. خارج منطقة الاختبار، اجتمع جميع مديري المدارس في المقاطعة. كل مدير كان ينظر بحسد إلى المدير لو. كان المدير لو سعيداً للغاية بعد رؤية أداء لين. بعد أن اختار جميع المتقدمين مستوياتهم وانتهى العد التنازلي، بدأت الجولة الثانية. في لحظة واحدة تم نقل لين إلى فضاء منفصل. خرج وحش مدرع من الأرض مطلقاً زئيراً غاضباً. كان محارب أورك نخبوي، وجميع خصائصه تجاوزت 100. نظر لين إلى إحصائياته وقال وهو يهز رأسه: إن الوحش ضعيف جداً. كان أضعف بكثير من وحوش كابوس منجم البحر الغربي. كما فهم أن هذا مجرد اختبار، فلو كانت الوحوش قوية جدا سيتم إقصاء عدد كبير من الطلاب. استدعى لين محاربين هيكليين، لكل واحد منهما 4 إحصائيات وكلها 2500. اندفع نحو محارب الأورك النخبوي وقتله في أقل من ثانية. بعد موت كل وحش كان يستغرق 5 ثوان لظهور آخر. أصيب الممتحنون في غرفة المراقبة بالذهول. لم يصدقوا أن مخلوقات لين المستدعاة قوية إلى هذا الحد، وأن لديه 2 منها. بعد مشاهدة عدة عمليات قتل فورية، أصبح الممتحنون مخدرين من المشهد. الوحوش تظهر وتموت فوراً. لم يعودوا يريدون المشاهدة، وبدأوا يراقبون المتقدمين الآخرين. ريتشارد بعينين حمراوين فعل وضع البرسيرك وبدأ يلوح بسيفه الضخم بلا توقف. شارلوت رفعت عصاها وأطلقت كرات نارية ضخمة. وعندما عادوا للنظر إلى لين، كان يجلس مرتاحا في زاوية يأكل بطاطا حلوة أخرجها من جيبه. بعض الممتحنين سجلوا هذا في الملاحظات، بينما نظر آخرون إلى بطاطته الحلوة وهم يشعرون بالجوع. كان إلدرنينغ صامتا منذ بداية هذه الجولة. كان يراقب لين باهتمام شديد. لقد أصبح فضوليا للغاية بشأنه. مرت 30 دقيقة بسرعة وانتهى الاختبار. كان ريتشارد يلهث بشدة وسقط على الأرض. لقد قتل 50 وحشا واعتقد أنه في الصدارة. بعد أن أقصي نصف المشاركين في الجولة الأولى، انسحب نصف الباقين في الجولة الثانية، إما بسبب الفشل أو الانسحاب. انتظر ريتشارد النتائج بفارغ الصبر، وعندما أعلنت النتائج صدم. لقد جاء في المركز الرابع مرة أخرى، بينما حصل لين على 1605 نقاط. قفز ريتشارد واقفا وبدأ يحسب. في صعوبة الجحيم، كل وحش يساوي 5 نقاط. الحد الأقصى في الدقيقة يساوي 60 نقطة. في 30 دقيقة يساوي 1800 نقطة. نتيجة لين تعني أنه قتل 301 وحشا، وهذا يعني أنه قتلهم جميعا فورا. هذا مستحيل. خارج قاعة الاختبار، كان المدير لو يرتجف بشدة. اهتز الكوب في يده وسكب ما بداخله.
حتى في الماضي عندما ظهر عبقريان في المقاطعة سو تشيان شينغ ولين موهان لم يتجاوزا 700 و650 نقطة. كان المدير لو مذهولا تماما. بعد ذلك بدأت الجولة الثالثة. هذه المرة سيواجه المتقدمون وحشا من فئة الزعيم، وكان هناك أيضا 3 مستويات صعوبة. بدون تردد اختار لين صعوبة الجحيم. كان خصمه زعيم الأورك القائد. نظر لين إلى إحصاءاته وشعر أنها مخيبة للآمال. حتى في صعوبة الجحيم كان الزعيم مضعفا بشدة. فهم لين أن الاختبار لن يضع زعيم جحيم حقيقي، لأن ذلك سيؤدي إلى موت الطلاب. نفس المكان ونفس النمط، لكن خصم مختلف. استدعى لين مرة أخرى محاربين هيكليين. كان يشعر بالملل لأن الاختبار سهل جدا. ريتشارد هاجم الزعيم مباشرة. شارلوت كانت تراوغ هجماته وترد بكرات النار. ماي استخدمت التخفي وانتظرت فرصة للهجوم. أما لين فقد هاجم محارباه الهيكليان باستخدام ضربة هارجة. توهجت أسلحتهما باللون الأحمر، وبضربة من كل واحد قتل الزعيم بسهولة. بدأ الممتحنون يناقشون الأمر. لقد أدركوا أنهم لم يروا القوة الحقيقية للين بعد، واعتقدوا أن الجولة الخامسة قد تكشفها. لكن إلدر نينغ ظل يبتسم وهو يربت على لحيته. كان معظم تركيزه على لين. تم عرض النتائج مرة أخرى، وكما هو متوقع ظل لين في المركز الأول. قام سريعا بالبحث عن ترتيب غاو يانغ. رغم أنه كان في المركز 670 فقط، إلا أن نتيجته كانت جيدة جدا. كان لين سعيدا لأنه رأى أن غاو يانغ لم يتم إقصاؤه. بعد ذلك بدأت الجولة الرابعة من الاختبار. تردد صوت الممتحن مرة أخرى ليخبر المتقدمين أن صعوبة هذا الاختبار ستزداد أكثر، كما أعطي الجميع خيار الانسحاب مع نقاطهم الحالية. فمجرد الحصول على هذه النقاط كان كافيا لدخول أفضل 100 أكاديمية في المملكة، لكن لم يختر أحد الانسحاب. نزل ضوء ذهبي من السماء وأحاطوا بالجميع. لقد أعادهم إلى حالتهم القصوى بالكامل. قواعد الاختبار كانت كالتالي: سيواجه كل متقدم 10 موجات من الوحوش. كل موجة تحتوي على 10 وحوش، أي ما مجموعه 100 وحش. سيكون هناك فاصل دقيقة واحدة بين كل موجة، وستظهر الوحوش بشكل مستمر. أما الموجة الأخيرة فسيكون معها وحش زعيم. بعد فترة قصيرة ظهرت الموجة الأولى أمام المتقدمين. داخل غرفة المراقبة كان العديد من الممتحنين يراقبون لين باهتمام. كانوا فضوليين لمعرفة كيف سيتعامل مع هذا الوضع. ابتسم إلدر نينغ وقال: هذا التحدي لن يسبب له أي مشكلة أيضا. أمام أعين الجميع استدعى لين محاربا هيكليا آخر، بينما كان يمسك لهب الروح في يده. وهكذا بدأت الجولة الرابعة رسميا. استدعى لين الهيكل العظمي الإضافي، وبمساعدة لهب الروح قضى بسهولة على جميع الوحوش في الموجة الأولى. صدم الممتحنون عندما رأوا أن لين قادر على استدعاء هيكل عظمي آخر، حتى أن بعضهم غضب لأن لين لم يستخدمه من البداية وكان يخفي قوته. أما إلدر نينغ فكان يبدو عليه تعبير كنت أعلم ذلك. تفاءب لين وشعر أن هذا الاختبار لا يمثل أي تحد، بل كان أقل إثارة بكثير من دخوله الأول إلى زنزانة منجم البحر الغربي. وجد مكانا آخر يجلس فيه وبدأ يأكل البطاطا الحلوة. أصبح الممتحنون منزعجين أكثر فأكثر، فقرروا مراقبة المتقدمين الآخرين بدلا منه. كانت شارلوت تستخدم مهارات واسعة النطاق لإبطاء الوحوش تدريجيا، بينما كان ريتشارد يحافظ على أسلوبه الهجومي العنيف. كان سيفه الضخم ذو الحادتين يدور في الهواء محدثا صوت صفير قوي. أما مشاهدة لين فكانت مملة للغاية، لأنه لم يكن هناك أي حركة تقريبا. موجة تلو الأخرى استسلم معظم المتقدمين. لم يستطيعوا مواكبة الأعداد الهائلة من الوحوش، وفي النهاية تم تطويقهم، ثم تم نقلهم خارج برج الاختبار واحدا تلو الآخر. أثناء مشاهدة البث المباشر كان غاو يانغ متحمسا جدا. لقد استمر حتى الموجة السادسة قبل أن يختار الانسحاب. بعد خروجه أخبر باقي الطلاب كيف أن لين أخذه ليغزو زنزانة كابوس بمفرده. كان يتحدث بلا توقف، لكن لم يصدقه أحد. اعتقدوا أنه يهذي بكلام فارغ. مع استمرار الإقصاء لم يبقى سوى 5 طلاب، وهم
الأربعة الأوائل من قبل، بالإضافة إلى بالد مستوى 15 من عائلة مرموقة. هذا الطالب كان يعرف قواعد الاختبار جيداً، فهو يعلم أن الجولتين الأخيرتين مهمتان جداً للنقاط، ولهذا السبب ظل يخفي قوته حتى الآن، والآن بدأ يتحرك. أطلق ريتشارد زئيراً قوياً وفعل مهارته ميهم أيزركر. هذه المهارة تضاعف القوة، الصحة 5 مرات لمدة 5 دقائق، لكنها تقلل السرعة، وبعد انتهاء المهارة سيدخل في إرهاق لمدة 30 دقيقة. في حالته الهائجة، بدأ ريتشارد مذبحة بين الوحوش. انتظر لين دقيقة، ثم ظهرت الموجة الأخيرة، لكنها لم تختلف عن الموجات السابقة. تحت هجوم المحاربين الهيكليين، سقط الزعيم. انتهت الجولة الرابعة، ولم ينجح سوى 5 طلاب. تردد صوت الممتحن في كل مكان، سواء داخل البرج أو خارجه. عند إعلان النتائج، لم يحدث أي تغيير في الترتيب. الطلاب الذين تم إقصاؤهم لم يستطيعوا تخيل مدى صعوبة الاختبار الأخير. كان ريتشارد ضعيفاً بسبب آثار المهارة الجانبية، وكان بالكاد يستطيع الوقوف، معتمداً على سيفه الكبير. أخذت شارلوت نفساً عميقاً، وفكرت أن وجودها في أفضل 5 سيضمن لها دخول أكاديمية شياغينغ. أما ماي فكانت تبدو جادة للغاية، وكانت عيناها ثابتتين على نفس الهدف، أكاديمية شياغينغ. تردد صوت الممتحن مرة أخرى. لقد رأى أن الجميع لديهم نفس الهدف، لكن دخول أكاديمية شياغينغ ليس أمراً سهلاً. ما زال هناك اختبار أخير، وإذا لم يكن أداؤهم جيداً فسيتم إقصاؤهم أيضاً. بدأ الممتحن يشرح قواعد الاختبار الأخير، وكان الطلاب ال5 يستمعون باهتمام شديد. سيتم نقلهم إلى عالم القتال، حيث ستظهر موجات لا نهائية من الوحوش. لن تكون الوحوش كثيرة فقط، بل ستشمل أيضاً وحوش النخبة وقادة وحتى زعماء. كلما قتلوا الوحوش بسرعة أكبر، كلما ظهرت أسرع، ومع مرور الوقت ستزداد الصعوبة، ومع الصعوبة الأعلى تأتي نقاط أكثر. على عكس السابق، لن يكون هناك بث مباشر، ولا أحد يستطيع رؤية ما يحدث داخل هذا العالم. يمكن للممتحنين فقط رؤية تغير النقاط. بعد شرح القواعد، تم نقل الطلاب ال5 إلى عالم القتال. ظهرت قواعد النقاط أمام كل شخص. كان هناك 5 مراحل، وفي كل مرحلة يزيد مستوى الوحوش بمقدار 1 وتتضاعف النقاط. كانت الأرض شاسعة، تشبه سهلاً ضخماً. الأرض سوداء بالكامل، وتفوح منها رائحة الدم. كانت هناك صخور خشنة كثيرة، بعضها يصل ارتفاعه إلى عدة أمتار. شعر لين أن معركة عظيمة جداً حدثت هنا في الماضي. فجأة سمعت خطوات. ظهرت مجموعة من الوحوش، لقد لاحظت لين بالفعل. زأرت الوحوش معاً واندفعت نحوه. كانت محاربي سحالي مستوى 15. لاحظ لين أنه لا يستطيع رؤية إحصائياتهم، بل يمكنه رؤية مستواهم فقط. انطلقت الزئيرات في الفضاء، واجتذبت المزيد من رجال السحالي. اندفع 3 محاربين الهيكليين بجانب لين إلى المعركة. بضربة سيف لم يحدث قتل فوري هذه المرة. بقي جزء صغير من الصحة. فوجئ لين قليلاً. يبدو أن رجال السحالي لديهم صحة عالية، لكن هجومهم المضاد لم يلحق ضرراً كبيراً بالمحاربين الهيكليين. الضربة الثانية أنهت الوحش فوراً. قام المحارب الهيكلي برمي الجثة نحو بقية السحالي. استخدم لين مهارته انفجار الجثة. في غرفة المراقبة، لاحظ الممتحنون فجأة أن نقاط لين قفزت بمقدار 500. نظروا إلى بعضهم البعض في حيرة، متسائلين ماذا حدث بالضبط. بقي لين في مكانه، منتظراً بقية السحالي. كان ينوي استخدام نفس الخطة مرة أخرى، لكن في اللحظة التالية تفاجأ بشيء. الجثث اختفت، بدت وكأنها غرقت داخل الأرض السوداء، واختفت تماماً. مدة بقاء الجثث كانت أقل من 10 ثوان. اضطر لين إلى تغيير خطته. استدعى مزيداً من المحاربين الهيكليين،
واستخدمهم لجذب المزيد من السحالي مثل ما يحدث في ألعاب الفيديو عند تجميع الوحوش. اجتمع تقريباً 100 رجل سحلي. قتل أحد المحاربين الهيكليين أقرب سحلية، ثم دوى انفجار هائل. استخدم لين انفجار الجثة عدة مرات. اهتزت الأرض السوداء بعنف. تم إبادة جميع رجال السحالي. قفزت نقاط لين إلى 8605 نقاط. حتى إلدرنينغ أصبح عاجزاً عن الكلام. لم يستطع أحد فهم كيف تمكن لين من قتل مئات الوحوش دفعة واحدة. انتظر لين بهدوء الموجة الثانية، لكنه تفاجأ فجأة عندما تحول السماء إلى اللون الأحمر. سقطت عشرات الكرات النارية كما يسقط النيازك. لم يكن لديه وقت للهروب، فأمر المحاربين الهيكليين بالقفز والتكدس فوق بعضهم لتشكيل درع دفاعي. اصطدمت الكرات النارية بهم وانفجرت الشرار في كل مكان. لحسن الحظ لم تصب لين مباشرة، لأن دفاعه وصحته منخفضتان جدا، ولو انتقل الضرر إليه فقد يتم إبادة جميع هياكله. من خلف خط الدفاع الهيكلي نظر لين نحو الأعداء القادمين. على منصة مرتفعة ظهرت مجموعة من سحاري السحالي مستوى 16، كانوا يطلقون مطرا من النار. ظهرت هذه الوحوش بصمت تام دون أي إنذار. نظر لين إليهم وظهرت ابتسامة خفيفة على وجهه. نظر لين نحو مجموعة الوحوش الجديدة، وظهرت ابتسامة خفيفة على وجهه. كان واضح إنه وجد طريقة أخرى للقتال. أدرك لين إن هجوم الكرات النارية جاء من سحرة السحالي الموجودين في الأعلى، لكن هذا لم يسبب له أي قلق، بل على العكس شعر إن الأمر أصبح أكثر إثارة قليلاً. أمر المحاربين الهيكليين بالتقدم نحو مجموعة السحرة. في نفس الوقت بدأ المزيد من رجال السحالي المحاربين بالتجمع من كل الاتجاهات. كان عددهم ونكون وصلنا لنهاية الجزء ده من الحكاية، ومع السلامة يا أساطير. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك عشان يوصل لكل عشاق المانوا والأنمي، ونشوفكم في الجزء القادم.